السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. باللي اتهمت أشرف حكيمي بالاغتصاب كتخرج عن الصمت ديالها وكتكشف حقائق صادمة بخصوص الموضوع اغتصابها. بقاو معايا في الفيديو باش تسمعوا كل التفاصيل. وبالنسبة لأشرف حكيمي اللي اتهمته واحد الشابة فرنسية لأنه اغتصبها وعلى أنها بغات تدعيه وتسجنه بحال سعد المجرد، ولكن فاش شافت راسها القضيه حماضت وصافي حكيمي بغى ياخذ حق ديالو منها، لانه ماشي ساهل تحط الباطل على اي واحد. يعني خافت اشنو دارت، الباطل ساهل ينزلوه على الواحد. واشرف حكيمي ما قبلش هاد الشوهه اللي دارت ليه هاد الفرنسيه، وخرج بتصريح وقال غادي يتابعها لانه نزلت عليه الباطل هكا بدون دليل، ودارت ليه الشوهة عالمية اللي كل شيء اليوم ساق الخبار. يعني المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب والأجانب وكل العالم كل شيء ولا كيهضر على هذا الموضوع. وهي اليوم كتخرج حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام كتعتذر وكتقول كنطلب منه السماحة لأنه ماشي في خاطري باش درت هذا الشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى قبل الفلوس كيزيغوا اليوم العينين، ولكن فاش شافت القضيه حامضه وعرفت ان الفلوس ما غاديش ينفعوها في حتى حاجه، خرجت واعتذرت وقالت بلا زوجة حكيمي هي اللي سلطاتها عليه. ولكن شوفوا الله اعلم واش فعلا زوجة ديالو هي صاحبة فكره بغات تأذي حكيم. من وراء الخلاف ديالهم اللي كان كبير بزاف، وخا خرجات عبر مواقع الاجتماعية والتصريحات ديالها قالت لهم بأنها ما كاين حتى مشكل بيناتهم، وإنما الحقيقة أنها كاين مشكل بيناتهم وخلافات بيناتهم اللي كبيرة، ولهذا ممكن تكون اضطرت بغات تأذيه وتشوه السمعة ديالو اللي شرفت المغرب وكل بقاع العالم، وخاصة هي اللي متحاملش مع الأم ديالو، حينتاش أشرف كيحترم العائلة وكيتهلا في ميمته في عائلته، وهي بطبيعة الحال ما كيعجبهاش هاد الشيء وبغات تشوه السمعة ديالو للناس كضرب به المثل. ولكن الواحد فاش كيكون مرضي الوالدين مستحيل يتآذى، والحقيقة كتبان. يعني هاد الفرنسية فاش خرجت بالاعتذار ديالها كتقول بلا انها ماشي في خاطرها ودارت هاد الشيء، وانما شخص اللي قريب ليه بزاف وهو اللي دفعني باش ندير هاد الشيء لأشرف حكيم، وهذا هو الغدر. خصوصا هاد الفرنسية تحطوا على المغاربة بزاف، الله يسترجهلو، وخاصة المشاهير اللي هزوا راية البلاد وبغاو يحطموهم. وزوجته علاش دارت هاد الشيء الله اعلم، ترى غير لوليداتها اللي بيناتهم، والله يهديها ويهدي ما خلق. شكرا على المشاهدة والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.